السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ايه رأيكم في الأكلة اللي انتوا شايفينها قدامكم دي؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أكلة جبارة جبارة ويوم مليء بحاجات حلوة كتير كتير كتير. يا رب الفيديو يعجبكم. كملوا الفيديو للآخر هتستفادوا. الفيديو فيه وصفات كتير حلوة، أولهم وصفة المكرونة دي بطريقة جديدة وسهلة وبسيطة في نفس الوقت. ممكن تعمليها مع لحمة أو فراخ، أو ممكن تعمليها لوحدها، طعمها يجنن. وغير المكرونة المحمرة المعتادة، ودي فتة بالخل والثوم، عيش بالخل والثوم وعليه شوية صلصة، بس طعمه بيبقى في حتة تانية خالص. ومسقي كده شوية شوربة صغيرين من بتاعة اللحمة، يا دوبك بس كده بتشممي كده الشوربة، بيبقى طعمه حلو قوي. تعالوا اقول لكم بقى على اول وصفة. نزلنا بطاسة فيها شوية زيت او اي مادة دهنية موجودة عندك، وحطينا فيها نص كيلو من المكرونة اللي هي المقاس الصغير اللي انت شايفاه قدامك ده، وهنبدأ نحمر فيها لحد ما تاخد اللون الذهبي الجميل. وانا مسبكة للفتة طماطمتين، مخرطة عليهم بصلاية ومسبكاهم، وهنزل بقرن فلفل متخرط، حامي بارد اللي انت عايزاه، بس انا حاطه حامي على بارد علشان خاطر الميكس يعني. وبعدين هنزل بقى بالصلصة واشوح في المكرونة، وبعدين هنزل بشوربة او بمية عادي، ممكن تعمليها بمية، ممكن تعمليها بشوربة، بس كده. يلا حبايبي، تعالوا بقى لو انتوا لسه مكملين معايا الفيديو، تعالوا اقول لكم بقى على الوصفة التانية. بنجيب قطعة من الزبدة وننزل بيها في رغيف عيش متحمص، ونقطعه تقطيع عشوائي عادي، وننزل بفص ثوم الاول في الزبدة، ونشوح الثوم، وننزل بالخل، ونحط العيش يتشوح، وننزل عليهم بكبشة من الشوربة، وبعديها بتبقى طعمها حلو قوي. ونحط على وشها من فوق صلصة. انا بحب الاكلة دي قوي، معرفش انا بس اللي بحبها ولا ايه. تعالوا بقى ندخل على الوصفة التالتة في الفيديو، وهي بطاطا بالبشاميل. وحلينا بيها بقى في الاخر بعد الاكلة المتينة دي، بعد ما اكلنا بقى اللحمة والفتة وكلنا المكرونة بصوص الطماطم متحمرة وعليها صوص طماطم وعليها فلفل سبايسي، طلعت تحفة وتجنن. جينا بقى في اخر اليوم بعد ما كلنا وشبعنا الحمد لله، عملنا بقى شوية بطاطا بالبشاميل في حتة تانية خالص، وطعمهم حلو قوي ودايب قوي قوي قوي. لو انتوا لسه مكملين معايا انتوا احسن ناس. ما تنسونيش بقى في لايك واشتراك في القناة لو عجبكم الفيديو، ويا ريت كل فانزاتي وحبايبي يعملوا مشاركة كتير 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 للفيديو على الروتين بتاع ياسمين النهاردة. يا رب يكون عجبكم. بصوا البطاطا دايبة دوب. وكنت عاملة البولات الصغيرة دي لولادي، كل واحد كان عايز واحدة لوحده، طبق لوحده كده. دي بولات ألمونيا كده بتتحط، بتبقى بتتباع يعني، وبتحطي فيها وتحطيها تحت الشواية عادي جدا، بتخش الفرن عادي. كان عندي كيلو من البطاطا زي ما انتوا شايفين، واحدة ما شاء الله كده مالية مركزها. قشرتهم وغسلتهم كويس وقشرتهم زي ما انتوا شايفين، وهخرطهم حلقات. مش هحط عليهم ولا لبن ولا مية، هسيب اللبن في البشاميل، مش هحط لبن وهي بتستوي، ولا هحط برضو مية. هحطهم في حلة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا رب الفيديو بتاع الروتين بتاعي يكون عجبكم النهاردة. أكلة ظريفة ولطيفة. تقدروا برضو تعملوا الأكلة دي بدون لحمة أو بدون فراخ. هنزل بقى في البطاطا، كمل معاكم الفيديو. هنزل بالبطاطا في حلة، وهنزل عليها ب5 معالق من السكر، واسيبها لحد ما واغطي عليها واسيبها. هي بتستوي على البخار بدون مية، وهي بتنزل المية بتاعتها، وبرضه السكر بينزل، وبتستوي. وبعد كده ههرسها في الحلة بتاعتها زي ما هي، وبعدين هنحضر بقى البشاميل. هجهز بقى المكسرات في طبق، وهجهز الحاجات اللي انا هعمل فيها. نزلت بقى بمعلقة من الزبدة، عليهم معلقتين من الدقيق وشوحتهم.
بشاميل عادي، وشوحته الدقيق في الزبدة، وبعد كده نزلت عليه بقطعة من الزبدة و5 معالق سكر برضو. اللبن تقدري تسكريه زي ما انت عايزة، ونقطتين من الفانيليا. وخلصنا بقى البشاميل، حطينا بقى البطاطا في القوالب اللي قلت لكم عليها الألمونيا دي، وحطيت برضو في البايركس. هبدأ بقى احط المكسرات على الوش زي ما انتوا شايفين كده. كان عندي مكسرات اللي كانت موجودة عندي، سوداني وزبيب، جوز الهند. ضفت بقى المكسرات كلها في الحاجات بتاعتي، وبعد كده هبدأ اضيف بقى الخطوة الأخيرة وهي البشاميل. بص ابني كان عايز يوريني البولة بتاعته، حطها في وش الكاميرا عشان خاطر يوريكوا قد ايه ان هي كانت طعمها حلو وعجباه، يعني عجباه قوي، كانت عجباهم قوي. وبس كده، ده كان الفيديو بتاعنا النهارده. يا رب يكون الفيديو عجبكم. فيديو جديد من مطبخ ياسمين. باي باي.